يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. بصوا يا امارات، انا زي ما قبل كده عملت معاكم التوست الابيض، بعدها على طول نزلت بالتوست الاسمر الصحي، زي برضو ما عملت عيش التورتيلا الابيض بعدها نزلت بعيش التورتيلا الاسمر، وزي برضو ما عملت البسيسه بتاعت امهاتنا زمان الحلوه دي اللي بدقيق الذره، عملت بعدها على طول بسيسه صحيه. فانا بقى ايه، بعد ما عملت معاكم المافلز المالح امبارح بالدقيق الابيض، فبصراحه كده بقى من وانا بحضره شكله وريحته اللي كانت ماليه الدنيا وهو في الفرن، فلعبت في دماغي بقى كده وقلت يا بنتي طب وانت هتاكلي ايه؟ ما انت مستحيل تاكلي مافلز بالدقيق الابيض، وحتى لو اكلتي منه يعني فانت هتاكلي كده وانت ضميرك مش مرتاح. فعلشان بقى انا بحب اكل الحاجه كده وانا ضميري مرتاح، فقلت اعمل معاكم النهارده المافلز المالح بس بطريقه صحيه جدا. وعلشان كمان الامارات اللي بيعملوا دايت او اللي ماشيين على نظام غذائي او حتى مرضى السكر ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، بيكون حلو جدا للفطار او حتى وجبه تاخديها معاكي الشغل ده، لان القطعه منها مشبعه جدا، لان بنحط فيها مكونات كمان مفيده جدا جدا، فانت مش هتحتاجي جنبها اي حاجه تاني. وبصراحه الوصفه دي مليانه مميزات كتير. اول حاجه طريقه التحضير بتاعتها اللي ما بتتعداش الدقايق، تاني حاجه بقى المكونات الصحيه، وتالت حاجه هي انك ممكن تطلعي فيها بواقي التلاجة اللي عندك كلها. فيلا بقى نشوف الوصفه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم كالمعتاد يعني، مع ان شكلكم بتنسوا كده ولا ايه، فيا ريت بقى ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد، ويا ريت برضو ما تنسوش اللايك والشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده هنحضر المكونات الجافه. انا استخدمت كوبايتين من الشوفان المطحون، والاحلى بقى في الوصفه دي ان هي مرنه جدا وتقدري تستبدلي فيها حاجات كتير، زي مثلا انك تستبدلي كوبايتين الشوفان المطحون بالشوفان العادي، يعني مش لازم تطحنيه، وعلى فكره بتكون برده ناجحه وحلوه جدا. انا عملتها كذا مره والنتيجه كانت هايله. وكمان ممكن تستبدلي كوبايتين الشوفان بكوبايتين من دقيق القمح الكامل، او كمان ممكن تحطي كوبايه من دقيق الشوفان على كوبايه من الدقيق الاسمر، يعني زي ما قلت لك الاحلى في الوصفه دي ان هي مرنه جدا تقدري تحطي فيها المتاح عندك. هحط ايه بقى على الدقيق؟ حطيت معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج صودا، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من البصل البودر والثوم البودر، نص معلقه من الفلفل الاسود، وهقلبهم مع بعض كويس. وهسيب بقى المكونات الجافه دي على جنب، وهجيب طبق تاني بس يا ريت يكون اكبر. انا عندي كوبايه من اللبن، اهم حاجه ان المكونات كلها تكون بدرجه حراره الغرفه. انا اخدت نص كوبايه بس هسيب باقي كوبايه اللبن جنبي علشان هيكون على حسب القوام في الاخر. وحطيت على اللبن معلقه كبيره من الخل علشان اللبن يقطع، وخطوه الخل دي بتكون بديله علشان ما نستخدمش الباتر ميلك اللي هو اللبن الرايب، يعني علشان تكون الوصفه اقتصاديه شويه. وهحط معلقه كبيره مليانه من الزبادي. انا استخدمت الزبادي البلدي العادي بتاعنا ده، اخدت منه معلقه كبيره، اهم حاجه تكون مليانه. واهم حاجه كمان ان انت بعد كل اضافه لازم تقلبي الخليط كويس. وكمان حطيت بيضه وقلبتها كويس جدا، وحطيت ربع كوبايه من زيت الزيتون، ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم او فصين من الثوم، وتبشريهم على الخليط وتقلبيهم كويس. بعد ما اقلب بقى المكونات السائله دي مع بعض كويس جدا، هنزل عليها بالمكونات الجافه، بس يا ريت نعديها الاول كده على مصفى علشان ندخل فيها هواء، لان الوصفه دي بتتعامل معامله الكيك بالظبط علشان تطلع هشه كده وفلافي من جوه ويكون قوامها حلو. وهقلب بقى الخليط ده مع بعض كويس جدا لغايه لما اتاكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق. وبعدين هحط معلقه كبيره من الزعتر، ومش قادره اقول لكم بقى الزعتر بيفرق قد ايه في طعمه وريحه المافلز ده. الزعتر مع الزيتون اللي احنا هنحطه بيخلي ريحه البيت كده وكانك عامله بيتزا بالظبط. ولغايه هنا وبتكون عجينه المافلز خلاص خلصت اظن يعني، واعتقد ان مفيش اسهل ولا اسرع من كده. نيجي بقى للمرحله المفضله والمنقذه جدا بالنسبه لي، وهي الاضافات بقى اللي هنحطها على الخليط دي علشان بطلع فيها كل بواقي التلاجة. واللي ما بيحبش بقى الجبنه القريش يقدر يستخدمها في الوصفه دي بكل اريحيه، لان بجد بتفرق جدا في طعمها وبيكون طعم المافلز حلو جدا. انا حطيت قطعه كده من الجبنه القريش، بس قبل ما تحطيها يا ريت تقطعيها كده لقطع صغيره علشان انتوا عارفين ان هي ما بتسهش، لازم تكوني مقطعاها كده لمكعبات صغيره خالص علشان تختلط بالعجينه كويس. وبعدين مفيش مانع يعني ان احنا ندلع نفسنا كده بشويه جبنه موتزاريلا صغيرين جدا مع قطع صغيره كده من الجبنه الرومي وشريحه من البسطرمه ونص شريحه كده من اللانشون، علشان مش معنى يعني ان احنا بنعمل حاجه صحيه فما نخليش طعمها حلو، اكيد لا، باي حاجه بسيطه هتخلي طعمها حلو جدا. وكمان زيتون اسود، وطبعا ممكن تستخدمي الزيتون اخضر عادي جدا، وكان عندي كرات في التلاجة قطعته برده لقطع صغيره وحطيته، ممكن بصل اخضر كمان تحطيه. وانا بعد ما حطيت الاضافات كلها وقلبت كويس لقيت ان قوام الخليط معايا تقيل جدا، فبدات بقى ان انا اخفف القوام ده بنص كوبايه اللبن اللي كنت سايباها جنبي. يعني انا تقريبا كده استخدمت الكوبايه كلها، بس زي ما قلت لكم هي حسب قوام العجينه معاكي، لان طبعا انواع الشوفان بتختلف، وكمان لو هتستخدمي دقيق اسمر فممكن يختلف معاكي. المهم ان انا استخدمت كوبايه اللبن كلها مع معلقه الزبادي الكبيره اللي احنا حطيناها في الاول. المهم ان قوام الخليط بيكون اتقل من قوام الكيك زي ما انتم شايفين كده، ما ينفعش يكون خفيف.
وطبعا لو عندك صواني المافلز فهتكون حلوه جدا. طيب واللي ما عندوش يعني ما يعملش مافلز؟ لا اكيد هنعمل مافلز. انا عملتها في صواني الكب كيك. اهم حاجه انك اي حاجه هتستخدميها لازم تدهنيها سواء بقى بزيت زيتون بسمنه بلدي، ولازم كمان تبدريها بالدقيق يعني وكانك كده بتعملي كيك بالظبط. وهصب بقى فيها الخليط زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت ان انا املى الشكل كله لحد الاخر كده علشان انا حابه ان هي تعلى في الفرن شويه ويكون شكلها حلو. وحطيت على الوش زيتون وزعتر. تقدري تضيفي اي حاجه تانية زي جبنه رومي، جبنه شيدر، موتزاريلا، او حتى شوفان صحيح بيكون برضو حلو جدا. ممكن مثلا فول سوداني مطحون برضو بيكون حلو جدا على فكره، بس انا للاسف ما كانش عندي. المهم ان انا الكميه اللي عملتها عملت لي 4 قطع، وكمان صبيت الباقي بقى في قوالب الانجليش كيك دي علشان بس تعرفي ان هي الوصفه دي بتنفع في اي حاجه، يعني مش لازم صواني المافلز ابدا. وعلى فكره مش لازم خالص صواني المافلز ولا حتى الانجليش كيك ولا قوالب التوست. انت ممكن تصبي الخليط ده في صينيه عاديه جدا، وبعد ما تخرج من الفرن وتبرد تقدري تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه وبتكون برده حلوه جدا. اهم حاجه انك تبدريها بالسمنه والدقيق او بالزيت والدقيق علشان ما تلزقش منك. ودخلتها على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتاخد معاكي من 20 ل 30 دقيقه. اهم حاجه ما تطلعهاش من الفرن غير لما تختبريها بعود خشب زي اي كيكه، ولو طلع معاكي نضيف تعرفي ان هي استوت كويس. ولما تطلع من الفرن هتسيبيها تهدى شويه وهتطلع معاكي بمنتهى السهوله. وبس كده وعملنا اسرع واحلى وصفه بجد ممكن تعمليها للفطار او للعشاء كمان ليكي او لاولادك، خصوصا ايام المدارس. بس طبعا يعني مش للمدرسه علشان انا ضد الفكره دي. خليها في البيت للفطار قبل ما ينزلوا على المدرسه، بين الدروس مثلا، بعد النادي. تكون حلوه جدا ليكي لو اخدتيها معاكي الشغل او حتى في البيت على الفطار الصبح او لو في الجامعه مثلا. والاحلى كمان في الوصفه دي انك تقدري تعملي كميه وتحفظيها في الفريزر، بتكون حلوه جدا على فكره. قبل الاستخدام بس بتطلعيها وبتسخنيها وبتبقى كانها لسه معموله بالظبط. وكمان لو انت عايزه الوصفه دي تكون صحيه اكتر واكتر فتقدري تدخلي فيها مكونات صحيه وخضار زي مثلا مكعبات صغيره من الكوسه المسلوقه، شرايح من البصل المتكرمل بتكون حلوه جدا، جزرايه مثلا مبشوره كده ومسلوقه بتكون برده حلوه. هي القطعه منها بجد بتكون مشبعه جدا، مش هتحتاجي معاها اي حاجه تاني. التسويه بتاعتها ممتازه، هشه وفلافي جدا من جوه. صدقوني ريحتها وطعمها كانوا حلوين جدا. يمكن كمان عجبتني عن المافلز اللي معمول بالدقيق الابيض، او يمكن علشان انا متعوده على الشوفان والدقيق الاسمر، مش عارفه. بس هي المهم كان طعمها حلو جدا، يعني كاني باكل بيتزا بالظبط بس بطريقه صحيه. في احسن من كده؟ اكيد لا طبعا. علشان بس تعرفوا ان احنا ممكن ناكل اي حاجه وكل حاجه بس بطريقه صحيه، وصدقوني بيكون طعمها حلو. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. هسيب لكم لينك التوست وكمان عيش التورتيلا الاسمر في صندوق الوصف. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. نتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. بس يا امارات لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش الدعم بالاشتراك في القناه وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.